إذن ما هي الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ ما الذي جرى فعليا في ذلك اليوم؟ وما قصة صلاة أبي بكر هذه؟ كيف وقعت؟ كيف جرت؟ في الواقع الحال إننا نجد الحقيقة فضلا عن ورودها في روايات مستفيضة عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، إلا أنها أيضا جاءت في بعض الروايات التي رواها أهل الخلاف عن لسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه اتهم عائشة بأنها هي التي زورت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وعينت أباها لإمامة المصلين في ذلك اليوم، وأن عليا بسبب هذا كان يدعو عليها في خلواته، وأن رسول الله لما قال لعائشة إن كن صواحب يوسف إنما قال ذلك من باب أنها قامت بتزوير قراره وأمره، لا لأنها كما زعمت قالت له إن أبا بكر رجل أسيف. يعني بعبارة أخرى أن النبي قال مروا عليا فليصلي بالناس، عائشة ذهبت إلى بلال وحذفت اسم علي وجعلت مكانه أبا بكر، فقالت مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك قال إن كن صواحب يوسف، حقرها بهذا التحقير، أهانها بهذه الإهانة، شبهها بالفاسقات، شبهها بالمنحرفات، شبهها بالمنافقات، لأنها زورت أمره. فعلى هذا الوجه قال لها إن كن صواحب يوسف. والمتتبع في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يتوصل إلى أن هذا التوجيه هو الأصح، لأن صواحب يوسف ماذا قالوا؟ زليخا ماذا قالت؟ قالت هو الذي راودني، لا أنها هي التي راودته. يوسف لم يراود زليخا، العكس وقع، لكن بمجرد ما جاء العزيز زوج زليخا قالت له هو الذي راودني، يعني قلبت، زورت الحقيقة، قلبت الأمر. فلذلك سجن يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا يشير، يعني تشبيه رسول الله عائشة بصواحب يوسف، والمراد زليخا كما ذكر ابن حجر، أو إذا عممنا الأمر على سائر النسوة اللائي كن مع زليخا فإنهن أيضا شهدن على يوسف بالباطل، يعني قلبنا الأمر، زورنا الأمر. هذا يشير إلى أن هذه الرواية التي رويت عن علي في هذا الأمر هي الأصح، هي الأدق، لأن التشبيه هذا أكثر انطباقا على هذه الرواية، على هذا الحدث الذي رواه علي صلوات الله عليه على هذا النحو. أين نجد هذه الرواية؟ نجدها في تعليق ابن أبي الحديد على كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مقطع من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، وهي الخطبة رقم 156 من نهج البلاغة، المعنونة بعنوان ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم. وورد فيه قوله صلى الله عليه فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله فليفعل،
يعني يحبس نفسه على الله، يعني يكون ملتزما بأوامر الله. وإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة، إن شاء الله على سبيل الجنة، وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة. وأما عائشة، هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين. ضغن حقد، غلا في صدرها، حقد فيها علينا أهل البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما في الرواية المروية عندنا: لا تدع عائشة عداوتنا أهل البيت. وبالفعل كانت معادية لعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين. وأما عائشة فأدركها رأي النساء وضغن حقد غلا في صدرها كمرجل القين. المرجل القدر الكبيرة، القين الحداد، يعني غلا في صدرها كما يغلي الحداد الحديد في قدره الكبيرة، يغليه إلى أن يذوب الحديد حتى يتمكن من تشكيله. يقول حقدها علينا كان على هذا النحو، يغلي كمرجل القين، كان حقدها عليه. ولو دعيت لتنال من غير ما أتت إلي لم تفعل، لو دعيت لأن تخرج على غير علي وتفعل نفس الذي فعلته لما فعلت. ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله. هذا الذي ورد في نهج البلاغة. جاء ابن أبي الحديد في كتابه المعروف شرح النهج وعلق على هذا الكلام، فقال في الجزء 9 الصفحة 130: وأما الضغن فاعلم أن هذا الكلام يحتاج إلى شرح، وقد كنت قرأته على الشيخ أبي يعقوب يوسف ابن إسماعيل اللمعاني رحمه الله أيام اشتغالي عليه بعلم الكلام، وسألته عما عنده فيه فأجابني بجواب طويل أنا أذكر محصوله، بعضه بلفظه رحمه الله وبعضه بلفظي، فقد شذ عني الآن لفظه كله بعينه. وينقل بعد ذلك كلاما طويلا عن شيخه هذا من شيوخ المخالفين أبي يعقوب يوسف ابن إسماعيل اللمعاني. فلما يصل إلى قضية الصلاة، صلاة أبي بكر، ماذا يقول اللمعاني ها هنا؟ ماذا يروي؟ يقول: فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه أنفذ جيش أسامة وجعل فيه أبا بكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار، فكان علي عليه السلام حينئذ بوصوله إلى الأمر أي إلى الخلافة إن حدث برسول الله صلى الله عليه وآله حدث أوثق. رسول الله يعني علي عليه السلام كان واثقا أنه أقرب إلى الخلافة، إذ إن النبي أبعد أبا بكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار عن مسرح الأحداث في المدينة، وتغلب على ظنه أن المدينة لو مات النبي لخلت من منازع ينازعه الأمر بالكلية فيأخذه صفوا عفوا، يأخذه بشكل سهل، انتقال سلس للسلطة، وتتم له البيعة، فلا يتهيأ فسخها لو رام ضد منازعته عليها، لا يتمكن أحد من أن يفسخ البيعة. فكان من عود أبي بكر من جيش أسامة بإرسالها إليه، أي عائشة، أي أن عائشة أرسلت إلى أبيها أن عد من جيش أسامة، فإن النبي قد ثقل
وحاله أصبحت خطيرة، ويجب عليك أن تتواجد الآن حتى لا تنصرف الخلافة إلى غيرك. وبعبارة أخرى، كانت عائشة متواطئة مع أبيها وصاحبه عمر على إيقاع الانقلاب على الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان من عود أبي بكر من جيش أسامة بإرسالها إليه وإعلامه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يموت ما كان، الأحداث التي وقعت، ومن حديث الصلاة بالناس ما عرف أن أبا بكر يصلي بالناس. فنسب علي عليه السلام إلى عائشة أنها أمرت بلالا مولى أبيها أن يأمره فليصلي بالناس. لاحظوا هذا المقطع، أن عائشة هي التي أمرت بلالا مولى أبيها أن يأمره فليصلي بالناس. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه مقولة عائشة، وعلي نسب إليها ذلك، لأن رسول الله كما روي قال ليصلي بهم أحدهم ولم يعين. بالفعل هذه بعض روايات المخالفين هكذا روي في الأمر. وكانت صلاة الصبح، وقلنا إذا تتذكرون أنه هذا الأمر كان فيه تناقض أيضا من نفس روايات عائشة، فتارة تشير إلى أن الصلاة كانت صلاة الصبح، وتارة أنها صلاة الظهر، والحال أن النبي صلى الله عليه وآله قد استشهد في ضحى ذلك اليوم. وكانت صلاة الصبح، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في آخر رمق يتهادى بين علي والفضل بن العباس حتى قام في المحراب كما ورد في الخبر، ثم دخل فمات ارتفاع الضحى، فجعل يوم صلاته، يوم صلاة أبي بكر، حجة في صرف الأمر إليه، في صرف الخلافة إليه. وقال: أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله في الصلاة، ولم يحملوا، يقول لم يحمل القوم خروج رسول الله إلى الصلاة لصرفه عنها. قالوا أنه لما رسول الله خرج وصلى بالناس دون أبي بكر ما حملوا هذا الأمر، ما فسروه على أن الرسول أراد أن يصرف أبا بكر عن الصلاة، إذ إنه ليس مؤهلا، وإنما بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكن، لمحافظة الرسول على الصلاة مهما أمكن. فبويع على هذه النكتة التي اتهمها علي، اتهم عائشة على أنها ابتدأت منها، أي أن عائشة هي التي بدأت المؤامرة وعينت أباها. وكان علي عليه السلام يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيرا، يشتكي من عائشة: إنه لم يقل صلى الله عليه وآله إن كن لصويحبات يوسف إلا إنكارا لهذه الحال وغضبا منها. رسول الله غضب من عائشة فقال هذا القول لأنها زورت قراره، وليس العكس كما ترويه عائشة وتزعم، لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهما، وأنه استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب فلم يجد ذلك ولا أثر، مع قوة الداعي الذي كان يدعو إلى أبي بكر ويمهد له قاعدة الأمر وتقرر حاله في نفوس الناس ومن اتبعه على ذلك من أعيان المهاجرين والأنصار. فإذا يتبين هنا أن عائشة وحفصة كلتاهما بادرتا إلى تعيين أبويهما بنص أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي كان يشتكي منها من عائشة ومن أختها حفصة لهذا السبب. ويمضي اللمعاني ويشرح بعض الأمور، ثم يقول ابن أبي الحديد، يقول: فقلت له رحمه الله
أفتقول أنت أيها اللمعاني إن عائشة عينت أباها للصلاة ورسول الله لم يعينه؟ أنت تلتزم بهذا؟ فقال: أما أنا فلا أقول ذلك، أنا ما عندي استعداد أن أقول ذلك وأنفي اعتقادي البكري والروايات التي وصلتني، ولكن عليا كان يقوله. يقول: أنا لا أقول ذلك، ولكن عليا كان يقوله، وتكليفي غير تكليفه، لأنه إذا اعترض على اللمعاني أحد يقول أنه علي لا يكذب وعلي مع الحق والحق مع علي كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف لا تصدق عليا؟ يقول: لا، تكليفي غير تكليفه، كان حاضرا ولم أكن حاضرا، فأنا محجوج بالأخبار التي اتصلت بي، وهي تتضمن تعيين النبي لأبي بكر في الصلاة، وهو محجوج بما كان قد علمه أو يغلب على ظنه من الحال التي كان حضرها. النص واضح أن عليا اتهم عائشة وحفصة بأنهما دبرتا تعيين أبويهما، وتم الأمر لعائشة فعينت أباها، ورسول الله اكتشف المؤامرة فجاء وعزل أباها وقال لها: إن كن صواحب أو صويحبات يوسف. هكذا تجلت الحقيقة، وكل المؤشرات والتحليلات تشير إلى صدق هذا الذي ذكره أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إذ لا معنى لأن يأمر النبي شخصا وقد أمره بالأمس أن يكون خارج المدينة، هذا لا يعقل. لا معنى لأن يقوم ويعزله عن الصلاة إن كان مرضيا عنده.